بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بالك يا زملكاوي، اللي النهارده هيتريق على صفقة عبد الله السعيد عشان اللاعب عنده 38 سنة هو نفس البني آدم اللي كان بيطبل لصفقة الجد موديست أبو 2 مليون دولار و36 سنة وبيتكعبل في خياله. اللي بيتريق على صفقة عبد الله السعيد وهو عنده 38 سنة هو اللي بيقول على محمود عبد الرازق شيكابالا ميت لا قدر الله من وهو عنده 30 سنة، على الرغم ان شيكابالا كل ما يسمع الكلمة دي يلسعه على قفاه. ما شاء الله، ازدواجية المعايير رايحة في داهية مع الناس دي وعقليتهم نازلة تحت الارض. على العموم، العمر مجرد رقم، والمهم الملعب، وما كنتش مصدقني اسأل كريستيانو. من كواليس اول تدريبات جوميز، خضع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي في حضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، إلى جانب حضور الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال موسم الانتقالات الشتوية. تدريبات الزمالك شهدت عمل مباشر من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ومعاونيه، سواء مدرب الأحمال أو مدرب حراس المرمى. حرص معتمد جمال مدرب الفريق السابق ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى السابق على التواجد في الميران من اجل وداع اللاعبين والجهاز الفني، وتمنى الثنائي التوفيق للفريق والمدرب البرتغالي الجديد وجهازه الفني. شهد الميران حصول الثلاثي احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري على راحه في ظل عوده زيزو والجزيري من منتخبات بلادهم، وحصول شلبي على راحه لظروف خاصه عقب حصوله على اذن. الزمالك بيستعد حاليا لمواجهه الاسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل في الجوله 13 من عمر مسابقه الدوري. عقب خوضه للميران الاول، اول تعليق من عبد الله السعيد. خرج عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك الجديد باول تعليق له عقب الانضمام للقلعه البيضاء. عبد الله السعيد حرص على تغيير صوره البروفايل الخاص به على انستجرام لصورته بقميص نادي الزمالك، وكتب عليها: بعد سنوات من الانتظار اخيرا في نادي الزمالك. والله يا عبد الله، احنا اللي يشترينا نشتريه، واللي يتقدم لنا خطوه نشيله فوق دماغنا من فوق. اتمنى باذن الله يا عبد الله انها تبقى سنه ونص مليئه بالانتصارات والبطولات. اول قرارات جوزيه جوميز. في اول قرار من المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي جوزيه جوميز بعد تولي المسؤوليه الفنيه للفريق، تسلم الرجل زمام الامور وحضر اول تدريب للفريق وبدا فعليا في ممارسه مهام عمل. اول قرار له فور تسلمه زمام الامور، قرر خوض تدريبات الفريق يوم الاحد على فترتين وليس فتره واحده. الفترة الأولى ستكون 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما الفترة الثانية ستكون 6 مساء بتوقيت القاهرة، حيث أن الفريق استأنف تدريباته يوم السبت بعد فترة راحة سلبية حصل عليها الفريق بعد العودة من الإمارات وخوض عدد من المباريات الودية هناك. مباريات الزمالك في شهر فبراير. يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المباريات خلال شهر فبراير الحالي بعد انتهاء فترة التوقف، حيث أن الدوري متوقف منذ فترة بسبب مشاركة منتخب مصر بكل أسف مشاركة فاشلة في بطولة الأمم الأفريقية، والتي ودع فيها المنتخب منافساته من دور ال16. أول مباراة للزمالك في فبراير ستكون يوم الاثنين الموافق 19 فبراير أمام الإسماعيلي ضمن الأسبوع ال13 من عمر مسابقة الدوري. المباراة الثانية في شهر فبراير ستكون أمام فريق أبو سليم الليبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية يوم الأحد 25 فبراير. واخيرا في شهر فبراير اللقاء الثالث الزمالك والداخليه 28 فبراير في بطوله الدوري. تعليق الزمالك على توقف تلك الصفقه. علق مصدر من داخل الزمالك على تعثر صفقه ضم اللاعب مصطفى اشرف لاعب فريق بروسيا مونشن جلادباخ الالماني حتى الان. مصدر من داخل الزمالك اشار انه تم الحصول على توقيع اللاعب، ولكن الامر متوقف حاليا على موافقه ناديه الالماني، حيث أشار إلى أن النادي الألماني أوقف الصفقة وجاري محاولات حسمها من جانب نادي الزمالك. تقارير إعلامية تحدثت بشكل مفاجئ عن دخول الأهلي في تلك الصفقة، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من تلك الأنباء ولم يتم التعرف على مصير الصفقة. الزمالك في الأصل تعاقد مع العديد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الشتوية. حسام المندو والسؤال الغريب: فلوس الصفقات منين؟ بالنسبه لنا احنا كجمهور، اي حد يقول لك فلوس الصفقات منين اساله كام سؤال مهم جدا قبل ما تجاوبه. فلوس موديست منين؟ فلوس وسام بن علي منين؟ فلوس امام عاشور منين؟ فلوس كم الصفقات الفاشله اللي دخلت الاهلي الفتره الاخيره منين؟ وكلهم بالدولار.
حرص حسام المندوق امين صندوق نادي الزمالك على الرد على السؤال حول من اين الاموال التي ابرم بها الزمالك صفقاته. المندوق في تصريحات تلفزيونيه قال: هناك دعم من محبين للنادي من خارج النادي، كل همهم مصلحه الزمالك. في صندوق معمول بيتم تمويل الصفقات منه، وفي دعم قوي للنادي، والحمد لله بنحاول نسعد جماهير الزمالك. بقول لجمهور الزمالك اطمن وخليك واثق في الاداره. عايز اقول لهم ان العمل الجماعي دايما بيكون سبب في النجاح. عندنا مؤتمر صحفي يوم الاثنين هيتم توضيح كل حاجه فيه، والكابتن حسين لبيب هيتكلم ويقول كيف تحسنت الامور. هل الزمالك يستطيع ضم رمضان صبحي؟ المندوق يجيب. رد حسام المندوق امين صندوق نادي الزمالك على سؤال بخصوص قدره الزمالك ماديا على ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث اكد امين صندوق الزمالك ان الزمالك يستطيع ضم اي لاعب في مصر، مشيرا الى ان الزمالك يستطيع من الناحيه الماديه التعاقد مع رمضان صبحي. الزمالك مش بيقول هو يقدر يعمل ايه، لاننا ماديا نقدر نعمل اي حاجه، مشيرا الى صعوبات كبيره جدا واجهت مجلس الاداره منذ قدومه من 100 يوم. الزمالك واجه ازمه القيد، ومن بعدها ملف اوسيريو مدير الفني، ثم الصفقات، كل ده مع تشكيك الجمهور في عدم قدرتنا على فعل اي شيء. ولكن الحمد لله الوضع اتحسن والصوره افضل جدا الان، على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجه المجلس الاداره، والذي لابد هنا من شكر كل فرد فيه على المجهود المبذول. اول تعليق من معتمد جمال عقب الاعتذار عن الاستمرار في الزمالك. خرج معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك باول تعليق رسمي عقب قراره الاعتذار عن الاستمرار في الجهاز الفني الجديد للفريق، حيث كان الزمالك قد اعلن عبر بيان اعتذار معتمد جمال عن الاستمرار في الجهاز الفني. كتب معتمد جمال عبر حسابه على الفيسبوك: اتمنى التوفيق الى نادينا العظيم، واشكر مجلس اداره النادي بقياده كابتن حسين لبيب، واشكر الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين على هذه الفتره. كنت اتمنى ان معتمد جمال يكمل، مش عشان معتمد جمال بيب جوارديولا يعني، ولكن معتمد جمال هو العالم بكل حاجه في الفريق، كان لازم يستمر على الاقل لنهايه الموسم يسلم جوزيه جوميز. رد فعل اداره الزمالك تجاه محمد عبد المنصف. حرص مجلس اداره نادي الزمالك على تكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق السابق. عبد المنصف الذي تم توجيه الشكر له بعد تواجد مدرب حراس مرمى اجنبي قادم مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، حيث تولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد. تم عقد جلسه لتكريم محمد عبد المنصف حضرها هشام نصر نائب رئيس النادي، وكل من احمد سليمان، هاني بيرزي، احمد خالد حسنين اعضاء مجلس الاداره. مجلس اداره الزمالك اكد انه من باب النادي دائما مفتوح لمحمد عبد المنصف في اي وقت لتولي اي منصب داخل النادي، خاصه وان عبد المنصف من ابناء النادي المخلصين، ومن المؤكد انه سيكون له ادوار قادمه داخل النادي في الفترات القادمه. هاني حتحوت يلمح الى مشكله قادمه. كشف هاني حتحوت عن كواليس غضب احمد سيد زيزو نجم فريق كره القدم في الزمالك من مسؤول الفارس الابيض بسبب رفض رحيله عن الفريق، حيث كان نادي الشباب السعودي قد ساعد الحصول على خدمات زيزو من نادي الزمالك في سوق الانتقالات الشتويه، ولكن الصفقه لم تتم بسبب تمسك مسؤول القلعه البيضاء ببقاء اللاعب. حيث اكد حتحوت في تصريحات تلفزيونيه: هناك حاله غضب من زيزو تجاه مسؤول الزمالك بسبب رفض رحيله للدوري السعودي في الانتقالات الشتويه الحاليه. زيزو حاول مع الكابتن حسين لبيب بكل الوسائل من اجل اقناعه بالموافقه على رحيله، وكان اخر تلك المحاولات ليله مباراه منتخب مصر والكونغو. كانت وجهه نظر الكابتن حسين لبيب هو ان المقابل المادي المعروض من النادي السعودي ضعيف جدا، مع صعوبه ايجاد بديل لزيزو وعدم امكانيه الحصول على المبلغ المعروض كاش، ولكن هناك حاله ضيق من زيزو. لكن هل ناوي يعمل مشاكل؟ لا، مش ناوي يعمل مشاكل، لكن من الممكن انه يرفض التجديد مع النادي حيث ينتهي عقده الموسم القادم. مجلس اداره الزمالك يتحدث عن وجود نظام معين داخل الفريق والبحث دائما عما يفيد المصلحه العامه والعليا للقلعه البيضاء. انا مش قادر استوعب الكلام اللي بيتقال ده. هاني حتحوت بسم الله ما شاء الله دخل في خفايا الخفايا لدرجه ان هو عرف ان زيزو كلم حسين لبيب ليله مباراه الكونغو، ودخل كمان في نيه احمد سيد زيزو ووضحها للناس ان زيزو مش هيعمل مشاكل، لكن مش هيقبل ان هو يجدد مع الزمالك. روح يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حاله ترقب في الزمالك بسبب الونش. حاله من القلق داخل جدران نادي الزمالك بسبب الاصابه اللي تعرض لها محمود حمدي الونش. الاخبار القادمه من داخل النادي تتحدث على ان الامور مطمئنه جدا، ولكن هناك ترقب لنتيجه الفحوصات
النهائية لتحديد الإصابة والمدة التي سيغيبها اللاعب. اللاعب يعاني حاليا من تورم في الركبة، مما جعل طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة يقرر أن يجري اللاعب فحوصات أخرى يوم الاثنين للاطمئنان أكثر وأكثر. الفحوصات بصفة عامة سواء التي أجراها أو التي سيجريها ستحسم طبيعة الإصابة وستحسم موعد عودته للتدريبات، وبإذن الله بسيطة. ردا بس على بعض الانتقادات اللي أنا شايف الصراحة إنها مش في محلها. الزمالك يوم السبت قدم 4 لعيبة: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر. الأربعة 2 في فيديو، وعبد الله في فيديو لوحده، وناصر ماهر في فيديو لوحده. والناس قامت وما قعدتش وانتقدت طريقة التقديم والشكل العام بتاع السوشيال ميديا نادي الزمالك ونازلة تقطيع. انا ما عنديش مشكلة، وبرضه زيكم شايف ان الطريقة مش حلوة، وان احنا كان ممكن يكون عندنا حاجات افضل من كده بكتير وكرييتيف اكتر من كده بكتير. ولكن انا عايز بس اوضح لحضراتكم ان الزمالك عنده مشاكل جوه وبره النادي اكبر بكتير من السوشيال ميديا. انا عارف ان السوشيال ميديا واجهه ممكن نستفيد من وراها كمان ماديا، ولكن صدقوني مجلس الاداره بيعمل حاليا على حل ازمات ومشاكل جوه النادي، اهمها على الاطلاق عقود الرعايه اللي لازم تتعمل في الفتره دي عشان تضخ اموال داخل النادي. قصه السوشيال ميديا وقصه قناه نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك موجود في الجدول، لكن ميعاده امتى وفين انا فعلا ما اعرفش، ولكن من المؤكد انه هيتعدل. لكن في حاجات اهم واولى. حقيقه مفاوضات الجبلايه وحسام حسن. نفى مصدر من داخل الاتحاد المصري لكره القدم وجود اي مفاوضات مع حسام حسن المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر لقياده منتخب مصر، حيث احد الاعلاميين خرج وقال ان الجبلايه تفاوض حسام حسن لتولي القياده الفنيه للمنتخب المصري في المرحله القادمه، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي. فيتوريا الذي تتحدث كل الاخبار عن رحيله خلال ساعات بعد خروج منتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه، وسط حديث عن البحث عن بديل. من ضمن الاسماء المطروحه كان اسم حسام حسن، كما تحدث احد الاعلاميين ليؤكد مصدر في الجبلايه عدم التفاوض مع حسام. وانا بس عندي سؤال مهم جدا: الناس اللي بتتكلم عن حسام حسن وصلاحيته انه يكون المدير الفني لمنتخب مصر بتتكلم بناء على ايه؟ يا اخوانا الكابتن حسن شحاته لما بقى المدير الفني للمنتخب كان المدير الفني لمنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي قبل كده. لما بقى المدير الفني للمنتخب كان واخد كاس مصر والسوبر من الاهلي والزمالك وهو ماسك المقاولين في دوري الدرجه الثانيه. لما بقى المدير الفني للمنتخب كان قدر يصعد حوالي 4 أو 5 فرق من دوري الدرجه الثانيه للدوري الممتاز. حسن شحاته كان عامل تاريخ اصلا قبل ما يكون المدير الفني للمنتخب. في النهايه بتوجه بكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.